السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأها ازاي دي؟ نبدأها مباشرة. أهلا بكم في آخر فيديو في الفصل الأول للرياضة العددية بالماتلاب. في السبع الفيديوهات السابقة إذا لم تخن الذاكرة تكلمنا وصلنا وقلنا في عناصر الرياضة العددية من حيث إيجاد المعادلة، إيجاد النقاط ما بين النقاط، ثم انتقلنا إلى إيجاد صفر المعادلة وإيه طرق كتابة معادلات، حتى وصلنا إلى اللحظة النهائية قسمة المصفوفات. واحد بيسألني ليه بنهتم بالقسمة؟ ليه يعني ما احنا كان عندنا القسمة القديمة رقم على رقم و هو عنده حق، لكن سبب اهتمام قسمة المصفوفات أنها هي النظرية التي بني عليها القسمة في الماتلاب. ثانية كده بوز. القسمة في الماتلاب طبعا احنا بنتكلم عن قسمة مصفوفات ومتكهات. أول شيء لنفرض أنه لدينا مصفوفة 1 2 3 والأخرى 4 5 6. إذا قسمناها عناصر A دوت علامة B طبيعي، لكن إذا شلنا تلك النقطة أوكي آسف، لنقل المتكهات أعمدة هنلاحظ شيء، هنلاحظ تكون مصفوفة. أحب أن أقول لكم المصفوفة ديت ليها عدد لا نهائي من الاحتمالات. بمعنى الماتلاب أراح نفسه وقال أنني سوف أقسم الأرقام على آخر عدد مهما يكن حجم أطوال المتكهات. 15 أنا هقسم على آخر عدد، بمعنى 1 على 6 بسدس، 2 على 6 بالثلث، 3 على 6 بالنصف. هل تقولون أن هذا فقط؟ إذن ولكن بهذا الأمر هو أهمل أول قيم للمصفوفة B والتي هي 4 و5، أي أن هذه المصفوفة إذا تربط في B سوف تأتي ب A، وإذا خيرنا ال B لتكن 0 و0 و6 سوف تأتي أيضا بال B، وبهذا فالمصفوفة لا تنتهي. فأفضل حل حتى تحل تلك المشكلة استخدام أمر التياك. ما هو أمر التياك؟ هو أمر التياكنول، ندخل فيه مصفوفة متكهية، ندخل فيه متكه سواء أفقي أو رأسي، وليكن المتكه خاصتنا هو A مقسوم على B. ميزة هذا الأمر أنه يجعل المتكه هو التياكونال، هو القطر الرئيسي. القطر الرئيسي يبدأ من 1 و1 وينتهي إلى N و N، لكن القطر الثانوي يبدأ من الصف الأول والعمود N وينتهي بالصف N والعمود 1. هذه المصفوفة الآن إذا ضربت في ال B يأتينا لنا بال A. طبعا هناك طريقة أخرى للأمر التياك، ليقل مثلا أن X هي 1 2 3 4 5. تياك ال X يختلف عن تياك ال X و1. عندما نكتب رقم 1 فإنه يشعل فوق خط القطر الرئيسي، وبالتالي حجم المصفوفة أنس مع أن كان ال X كان 5 فكان يجب أن يكون 5 في 5، لكن بسبب السيادة التي حدثت، النقلة التي حدثت، أصبح حجم المصفوفة الدياكونال 6 في 6.
إذا كنا تياج x ناقص واحد يشعله تحت القطر الرئيسي، إذا الموجب فوق القطر الرئيسي، ويكون الحجم السائد ويكون الحجم طول المصفوفة زائد الحجم. لكن إذا كان بالناقص نفس القانون، طول المصفوفة زائد أبسوليوت المسافة التي نسلها، ويكون تحت القطر الرئيسي بعدد الأرقام التي أدخلناها. لماذا نهتم بهذا على الرغم أنها ليست في القسمة؟ لأننا سوف نستخدمها في إنشاء المعادلات. CLC clear. القسمة التي سوف نشرحها اليوم هي قسمة ثلاثة أنواع من القسمة الرئيسيين. الأولى هي QR decomposition، تفكيكة QR. أنا أعلمها عشان حتى لا أكسب عليكم. هناك أمر سريع وهو أفضله QR، نكتب مصفوفة A وليكن مثلا ماشيك ثلاثة. تقوم أمر مصفوفة ماشيك هي مصفوفة تعتبر من الراندوم، تبدأ من الواحد وتنتهي إلى مربع الرقم. إذن فالأرقام التي بداخلها هي أرقام صحيحة وليست أرقام كسرية. لماذا؟ لأن حجم المصفوفة سوف يكون الطول والعرض مساويين للإنبوت. ثم نكتب Q و R equal QR A. أتى لنا بالمصفوفة Q والمصفوفة R. وهذا هو لنقل أن هناك المصفوفة P، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. آسف B. ثواني لحظة نعمل ايه؟ X B لازم تكون متجه عمودي. ثواني لحظة، متجه عمودي صح ولا ايه؟ ايه هي المصفوفة المربعة؟ 3 في 3 3 في 1 لا 3 في 1 متجه أفقي متجه عمودي. أيوه كده صح. يبقى B 1 2 3. إذا قلنا أن هناك المعادلة A يساوي X في B، لا if X equal B، حيث أن A مصفوفة 3 في 3 فرضا، يبقى X 3 في 1 و B 3 صفوف وعمود واحد، 3 صفوف تمام 3 في 1. إذا X equal inverse ال A في ال B. كانت المشكلة في السابق أن كلما كبرت حجم المصفوفة كلما صعب إيجاد الانفرس ليها، وأن الانفرس طريقة مؤلمة، فقرروا استخدام طرق أخرى ك QR forward substitution backward substitution. أول شيء نكتب قيمة ال X والتي تدعى inf A في ال B، وهي نصف 3 من 10 5 من 100 3 من 10 5 من 100. حلو. لنقل أن هناك XX سوف نقارن طريقة QR مع الطريقة الأصلية الطريقة العادية، وتقول ونصها R مقسومة عكسيا في Q داش المضروبة في ال B. R مقسومة عكسيا
في فرق بين هذه القسمة في كيو داش مضروبة في بي. آسف، 5/100، 3/10. إذا كيف نكتب هذه بطريقة أفضل؟ القسمة العكسية تعني أن هذا هو البسط وذاك هو المقام. إذا يمكن أن نقول أن ال x بيساوي inf of r في q داش في b. أي خدعة، وهي مثلها مثل القيمة عندما قمنا بالقسمة مباشرة inverse a في b. دوت تلعب QR decomposition. ثانية راح أعمل بوز. من يريد أن يأتي ب QR بطريقة اعتيادية فهذه هي الخوارزمية QR. أول شيء يأتي بمصفوف بحجم ال A. بما أن ال A مصفوفة مربعة فهو أخذ بالحجم الأول عدد الصفوف، وفعل مصفوفتين صفرين ل Q وال R. لماذا؟ حتى لا يخيرهم في القيم، لا أكثر لا أقل. يمكن فعلها، يمكن أن تفعلها ويمكن أن لا تفعلها. ليست شيئا فعالا، فقط هو يزيد عدد الورنينج، والورنينج خير مهمة لدينا. وقال أن الفي هو من شيء واحد إلى n. في أول دورة يأخذ العمود الأول من i واحد إلى شيء ناقص واحد. يقول أن ri وشيء بيساوي q of i. نظرا أنه استخدم عنصر لأنه استخدم q فكان يجب تعريف q، فبالتالي أصبحت q يجب تعريفها، ولا يمكن الاستغناء عن خطوة q، وإلا سوف يحدث ايرور عدم معرفة. وقال ائتي بالعمود ثم ائتي بالعمود الأول ل q ثم اقلبه واطلبه في العمود j. العمود الأول، ثم أقول أن الفي هي وضع كسر الفي، ثم يخير مكان وعندما تنتهي العملية وتنتهي الفي يتخير النورم والكيو، يتخير عمود الكيو ويتخير قيمة الفي والار. هذه خوارزمية بسيطة للكيو ار. بسم الله. تاني شيء back substitution. والآن إلى الخوارزمية الثانية والخوارزمية الثالثة، الباك and forward substitution. الباك substitution تستخدم للأبر triangle linear system مثل هذا النظام 4 سالب 1 2. طبعا نحن نعرف كيف نقرأ تلك المصفوفة. 4 في x1 ناقص x2 زائد 2 x3 زائد x4 بيساوي 20 ناقص 2 x2 لأن الصفر تربة في x1 7 في x3 ناقص 4 في x4 يساوي سالب 7 وهكذا. هذا يدعى بنظام الفورورد. هذا هو الباك سبستيتيوشن ميثود. الباك سبستيتيوشن القسمة الباك. كيف نحلها أو لماذا أطلق عليها بالباك؟ لأننا سنبدأ من العدد الأخير. ما هو العنصر الوحيد الذي لدينا؟ هذا 3 في x4 بيساوي 6. إذن في x4 equal 2. نحن لدينا الآن x4 في 5 زائد 6 في x3 بيساوي 4. أتينا بالx3 وهكذا نأتي من تحت من النهاية إلى البداية، ولهذا نقول عليها الباك. كيف نفعلها؟ باك لنقل أن الإي ملحوظة يجب أن تكون
upper، لا ينفع في الباك أن تكون مصفوفة إعدادية، بل تكون upper triangle. واحد اتنين ثلاثة لا، فلنفعل مثل المثال حتى نخفف علينا الضغط. 4 سالب 1 و2 و3. 4 سالب 1 2 3. انت 0 سالب 2 7 سالب 4. 0 سالب 2 7 سالب 4. 0 0 6 و5. 6 و5 3 أصفار وثلاثة. البي إيكوال 20 سالب 7 4 6. 20 سالب 7 4 6. حلو. عددنا طبعا الملاحظ أن طول البي يجب أن يساوي طول الاي، وأن الاي مصفوفة مربعة. حلو. 4 اي 1 إلى لينس. غلط، ما ينفعش أبدأ من 1 إلى لينس بي. واحد يقول لي ليه؟ لأني أنا كده هبدأ من فوق، أنا عايز أبدأ من تحت. إذن 4 اي لينس بي إلى 1. طبعا دوت اسمه الهالس دوت، ما ينفعش إن احنا نبدأ من النهاية ونبدأ لواحد، إلا إذا تمت، ليس كانت السيادة بسالب 1. أيوة خدعة. إذن سوف نقول أن هناك مصفوفة x وهي سيروس. نحن نريد عمود، صح؟ لينس b وواحد. يبقى x of I equal إذن x of I ماذا تساوي؟ والله لو ال I هي آخر قيمة فهي تساوي القيمة الأخيرة على ال A على ال B. لكن أهو ده الفرق. أنا عايز تاني هو ده ال X واحد بيساوي B آخر B على آخر A، لكن فيما بعد تكون B lower triangle system. احنا upper triangle system. تمام. X of واحد B واحد A واحد A واحد. بصوا هنقولها من تاني. احنا قلنا ان X الأخيرة هي ال B على ال A. if I equal length B يبقى X of I بيساوي B of I على A of I و I else ادي جبنا قيمة الاكس. تعالوا نكتبها يدويا. 3 في اكس 4 بيساوي 6. جبنا قيمة الاكس 4. 6 في اكس 3 زائد 5 في اكس 4 بيساوي 4. هي دي قيمة البي اللي هي 4. يبقى 4 ناقص. انت عايز تجيب قيمة ايه؟ الاكس 3 هنحطها للطرف لوحدها. يبقى 4 ناقص ال6 في اكس 4 مقسوم على ال5. بعد ما جبنا الاكس 4 واكس 3 وهكذا، يبقى ناقص بي، يبقى البي ماينس إلس. أول حاجة هيكون فيه 4.
الفور بتاعتنا منين لمنين؟ صح، فور شي بيساوي لينس بي ماينس واحد إلى ناقص واحد إلى واحد. واحد بيقول لي ليه واحد؟ لأن الصفر مش الصفر معامل ضرب، صفر في صفر، الصفر طيار القيمة، خلاص انتهت المشكلة. والميزة إن أنا أعمل إكس زيروس، فمش هي دي القطيع، فالصفر حميني. احنا مش بنقسم، احنا بنضرب. فيقول لي يبقى الإكس أوف أي بيساوي، بسم الله الرحمن الرحيم، بي اوف اي ناقص يلا نشيل الفورتي مش هتأكدنا، ناقص الصم ايه. انا عايز انهي صفوف؟ عايز صفوف الاي مطلوبة فيه البي، عناصر البي كلها مقسومة على A في الصف I والعمود، عشان كده محتاج الشيء. تعالوا نتأكد. لا مش اي واي، لا ثواني لحظة، دي تلاتة وتلاتة، اتنين واتنين، واحد وواحد، اتنين واتنين، تلاتة وتلاتة، وهكذا. اذا هي اي واي صح. انت انت البي لازم تكون مقلوبة. اسف، خطأ مني ان انا ضربت في البي، كان المفروض اضرب في الاكس، كان هذا بي كان المفروض يكون اكس. لماذا اكس؟ لان الاي تضرب في الاكس وتقسم على البي، 3 في اكس 4 6 في اكس 3 زائد 5 في اكس 4 وهكذا، دليلا على كلامي ان القيم الصحيحة سوف تكون 3 وسالب 4 وسالب 1 و2. اذا نضرب في الاكس. كلير. الفورورد سب عكسه، سوف يكون الأمر بدل أن نعد من I لينس B بزيادة ناقص واحد إلى واحد، سوف يكون واحد إلى I إلى لينس B. وإذا كان ال I بيساوي واحد هيكون القسمة الطبيعية بتاعتنا بواحد وهكذا. لكن المشكلة في هذا القانون أنه لن يكون الصم، لن يكون يكون هو في الواقع، فقط كل ما فرم سوف يختلف هو الفور والإف.
تعالوا نختار مثال ونعمله كده فورورد. 3 سالب 1 1 3 سالب 2 سالب 1 3 سالب 2 سالب 1 0 1 سالب 2 6 2 1 قلبي 5 6 4 2 ده رقم التليفون ده. حلو. قلنا أن الفور سوف يكون من الواحد إلى لينس بي. if I equal 1 سوف تكون أول قيمة للإكس، ثم نفعل run ونكتب x خمسة 3 23 كلهم منسوبين إلى القسم على 3. نضرب في 3 x في 3 5 23 3 على 4 سالب 43 152 ونص اللي هي 305. تمام. أما نضربها في 2 هو 21 رقم. إذن الفكرة كلها في القسمة هو أن كيف تعبر. جميعهم يبدأون بالفور، جميعهم فقط الأولى إذا كانت forward أي يبدأ من الأعلى أي إنه lower triangle، فإن أنت تقيس هل الأي بيساوي 1 أم لا، وتعرف الإكس بسيروس حتى تريح نفسك. لكن إذا كانت backward سوف تبدأ الفور مقلوبة وتسأل هل هي بواحد أم لا. للعلم فقط يمكنك أن تشعل الإكس أوف أي هكذا وتفعل رنا وثم تكتب الإكس ويأتي لك بنفس النتائج من دون أن تستخدم if، من دون أن تستخدم أي شيء غير دالة فوق. فسالك هذا أو سالك كما هم يؤتون النتائج المرغوبة. إذن السؤال المهم جدا مثلا بنستخدم مثلا A M في A في البي. لماذا قمنا بالباك سب بالفورورد سب؟ لماذا قمنا بهذه الأمور؟ لأن لولا هذه الأمور وتلك الأشياء لما وصلنا لهذا. لولا طريقة نيوتن رافسون لما فعلنا أمر الاف 0. فبكل بساطة هذه هي الأساسيات الرياضة العددية. الرياضة العددية سهلت الكثير ولكنها كانت صعبة في الحساب. الماتلاب سهل الكثير ولكن كان معتمد على الرياضة العددية. فلولا هذا لموش تزاج. انتهى الفصل الأول الحمد لله وبفضله وبنعمته. هاخد أجازة فترة يا رب تكون شهر كلير. يا رب تكون شهر. أي حد عاوز يسألني هو ده إيميلي. على فكرة مش أنا اللي أعمل الأمر ده، أنا الأمر دوت لقيته على النت وعجبني. ليه طيب مش هو على فكرة هو يستحق الإعجاب. هذا هو إيميلي. متوندي ترحب دائما بالسائلين.
ليه؟ لان انا بفكر حاليا ان انا اجمع كل خبراتي في موقع بسيط، هو لن يكون بشكل موقع لانه هيكون غالبا بشكل مذكرات اكتر من موقع في الماتلاب. شكرا لكم، والى اللقاء بعد فترة زمنية لا بأس بها لو بتكون شهر، وفي درس جديد من دروس الرياضة العددية بالماتلاب. أي شخص يريدني، الإيميل، المدونة، الفيسبوك، تويتر، بس ما اعتقدش ان اليوتيوب هيسمح الكومنتات انا هعرف اشوفها في اليوتيوب، بس ما اظنش ان في رسائل عن طريق اليوتيوب. شكرا كثيرا لكم.